وبعدين معاكم بقى كل ما نطلع من حوار تدخلونا في حوار تاني. مش انا من يومين تلاتة كده عملت لكم فيديو وضحت لكم الدنيا وقلت لكم احنا بنعمل ايه ونظام شغلنا ايه والكلام ده كله. تيجي واحدة كده محترمة ربنا يعزها كده تقول لي هو انت بتعملي الخير وبتفضحيه؟ يا حبيبتي هو انت بتعرفي مين اللي عامل الخير؟ انا عمري قلت على اسم حد عامل الخير ولا قلت لك اصلا انا اعرف مين اللي عامل الخير؟ الخير ده ربنا بعته لناس واحنا مجرد وسيط، بنوصل الواجبات للي يستحقوها بس مش اكتر. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين. وبرضه مش هنقف. طب مش هتقفي ليه وما بتسكتيش ليه وتبطلي تصوير واعملي الخير وانت ساكتة؟ بسيطة، مش هسكت علشان في ناس كتير بتتشجع بالواجبات اللي احنا بنعملها. وغير كده كمان انا محتوى الفيديوهات بتاعتي طبخ من 8 سنين، يعني ده حاجة مش جديدة عليا. هي ممكن تكون جديدة عليكي انك اول مرة تشوفيني، لكن مش جديدة عليا. تعالوا بينا على طول بقى اقول لكم عملنا ايه باللحمة دي. شرايح لحمة هتخلي الجزار يقطع لك شرايح للشوي في حتة معينة كده في العجل اعزكم الله، بتكون طرية، ولما بتتشوي المفروض تستوي على طول. وليكن معانا كيلو من شرايح اللحمة، هاخد عليها مية 3 حبات من البصل، هناخد بس العصير بتاع البصل، وهناخد عليها نص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وربع كوباية من الخل. بس كده. قلبي بقى كويس جدا كل المكونات دي مع بعضها، مكونات بسيطة وتتبيلة سهلة جدا جدا. واهم حاجه بقى تقعدي شرايح اللحمه دي تبيتها في التلاجة، علشان خاطر كل ما قعدت في التتبيله اكتر كل ما الانسجه بتاعه اللحمه تدوب، فهتستوي ان شاء الله معاكي اسرع. وكمان الجزار يكون مقطعها لك شرايح رفيعه كده. فاكره انت تفل البصل الثلاث بصلات اللي احنا خدنا الميه بتاعتهم على الستيك او على شرايح اللحمه؟ هناخد تفل البصل بقى، هناخد تفل الثلاث بصلات دول مع نص حبايه من الفلفل الاحمر، على كيلو من اللحمه المفرومه مفرومه وشين. وهتحطي كمان معلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره ممسوحه من الفلفل الاسود، وهتحطي كيس بيكنج باودر على اللحمه، على اللحمه المفرومه والشين، وفيها نسبه من 20 ل 30% دهن. معلقه واحده من الدقيق. خلاص مالكيش دعوه بالكميات اللي انا بحطها، بقولك المقادير لكل كيلو وانت ضاعفي اللي انت عايزاه، ضعف الكميه على حسب ما انت عايزه. هنعجن بقى المكونات دي كلها مع بعضها حلوه قوي مع نص كوبايه من البقسماط. بصوا يا جماعه المكونات اللي انا بضيفها دي علشان خاطر بس انا مش عايزه الكفته بتاعتي تكش زياده عن اللزوم. تمام. فيها نسبة دهون كويسة، وبرضو ان شاء الله مش هتفك اصلا، يعني لان نسبة الدهون بتكون مظبوطة في اللحمة المفرومة، فكون على يقين ان هي ان شاء الله مش هتفك. فهنعجن حلو قوي قوي. كل ما عجنتي اللحمة المفرومة مع باقي المكونات كل ما خدت نتيجة افضل. بصوا بقى، مهم كمان لنجاح الكفتة انك تسيبيها تريح شوية في التلاجة. احنا بنتبل قبل بيوم. كان عندنا اطعام امبارح زي ما انتوا شفتوا كده، امبارح كان عندنا السمك، فاصحاب ربنا يا رب يكرمهم كنت انا شغاله في السمك وهم شغالين في تجهيز الحاجات اللي هحتاجها والرز والباقي الليله يعني. تمام. خلاص هنا تاني يوم الصبح اللي هو النهارده، ده شكل شرايح اللحمه بعد ما اتسابت في التسبيكه. وهنا ما شاء الله ادي الكفته. هنعمل ايه بقى؟ ميه بصل كمان اهي، علشان خاطر نبل ايدينا في مية البصل دي ونصبع الكفتة يا جماعة بطريقة سهلة جدا. معانا كده اللي هي الخلة بتاعت شيش، هبدأ ان انا اصبع عليها الكفتة وارفعها كده وحجم الكفتة زي ما انا عايزة. تمام. كيلو اللحمة هيطلع معاكي 20 صابع كفتة بالشكل ده، او 21، 20، 21، 22 بالكتير قوي. كيلو الكفتة يطلع معاكي 22 كيلو اللحمة، معلش كيلو اللحمة المفرومة هيطلع معاكي 21 صابع كفتة بالشكل ده كده. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وطبعا انا مش بشتغل لوحدي، ربنا يبارك في كل حد بيدخل المطبخ يساعد معانا ابتغاء وجه الله الكريم. خلاص اسيب لهم بقى الكفتة الجماعة يصبعوا على ما انا اكون ولعت الفحم. وطبعا احنا بنرص الكفتة على شبكة بالشكل ده. جبت بقى هنا قطعتين فحم كبار وولعت عليهم، وبعد كده باخدهم بعد ما يولعوا احطهم في وسط الفحم في الشواية، وهوي اسلط عليهم مروحة لحد لما يولع، وابدا ان انا افرده بالشكل ده. انا عاملة كمية فحم صغيرة علشان خاطر المشوي النهاردة مش كتير. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده رصينا بقى الكفتة، بقلب فيها من وقت للتاني لحد لما تستوي. ويا سلام بقى على شكل وريحة الكفتة،
خطيرة بجد يا جماعة، من اجمل الكفتة اللي هتاكليها المشوية على الفحم، حلوة قوي قوي. الكفتة اللي بتستوي معانا بنحطها في حلة وغطي عليها علشان خاطر تفضل سخنة. يا سيدي على الريحة، خطيرة يا ولاد. العيد جاي علينا كده، كل سنة وانتم طيبين. جهزي بقى شوايتك وجهزي العدة بتاعتك علشان خاطر تعملي لحمة بقى وكفتة وايه، وربنا يوسع على الجميع. وعلى طول اول ما الكفتة بتبدأ ان هي خلاص بقى تخلص كده، بنرص شبكة تانية شرايح لحمة واحطها على الشواية على طول، ويا سيدي بقى على الجمال. ريحتها يا ولاد حكاية، طعم اللحمة ما شاء الله باين لان التتبيلة بتاعتها بسيطة وكده ايه، حاجة خطيرة. احنا بنهوش ولا حاجه يا جماعه، ده هو امير بس بيلعب كده بالهوايه. ربنا يا رب يدي الصحه، بيحب يشارك معانا، ربنا يجازيه واياكم خير. اللحمه هنقلب على الجهتين شويه لحد لما تستوي معانا وتكون باللون والشكل ده ما شاء الله خطيره. هي بيكون فيها شده شويه، بألف هنا وشفا. بصوا بقى، بالمختصر المفيد هنعمل جنبهم مكرونه بالبشاميل. ازاي؟ والله يا جماعه احنا سالنا الناس عايزين تاكلوا ايه، قالوا والله مكرونه بالبشاميل. فسهل، سريعا كده اصحابي عملوا البشاميل واللحمه متعصجه من امبارح، وادي المكرونه كمان هتتسلق سلق عادي. خلاص عملت معاكم المكرونه بالبشاميل كتير، بس حبيت اختصر معاكم الفيديو علشان ما يطولش اكتر من كده. بنقلب المكرونه بعد ما تتسلق مع شويه بشاميل، بنكون مجهزين الاطباق الحراري بالشكل ده كده. اللهم بارك. بنحط طبقه بسيطه من المكرونه وفوقها طبقه بسيطه من اللحمه، وبعدين طبقه مكرونه تانية والبشاميل. الفرن بيكون متسخن على اعلى درجة حرارة. بدخل بقى طبعا الاطباق الحراري بنكون حاطينها في صواني كمان، بندخلها بقى على الفرن بالشكل ده ونسيب النار عليها عالية شوية، وما شاء الله بقى بتاخد لون يا جماعة من على الوش وبتستوي من الجوانب. وبنحط على كل طبق مكرونة صبع كفتة وقطع من شرايح اللحمة او الستيك المشوي. حاجة يا جماعة كده ايه، بألف هنا وشفاء. اللي راح لهم الوجبات دي مستنية رأيكم تحت في الكومنتات، وربنا يتقبل من المساهمين او المشاركين في الوجبات دي النهاردة. يا رب كده يوسع علينا واياكم ونعمل كل اللي نفسنا فيه.